تخيل بمعدات بسيطة مثل معطف ومفك براغي كان كله محتاجه ستيفان عشان يصبح ملياردير من خلال عمليات سرقة بسيطة وسهلة قام فيها. ولكن شلون قدر يسرق مقتنيات بقيمة $1,900,000 تقريبا؟ وعشان تعرف كل هاي التفاصيل لابد انك تشوف المقطع الى نهايته. والسلام عليكم، معكم حسين من قناة موتيفينر. في حلقة اليوم واللي اعتقد من خلال المعطيات ان في ناس وايد عرفوا شنو القصة راح تكون عنه، ولكن في حال ما عرفت عن شنو قصة اليوم تابع المقطع عشان تعرف تفاصيل القصة. وحتى لو كنت عارف القصة هذا ما راح يمنع انك تشوف المقطع لنهايته. وابتدت قصتنا لهاي اليوم لما زار بطل قصتنا ستيفان بلدة جوريه، وتحديدا تكون في دولة سويسرا، والسنة كانت 1995 ميلادي. كان هدفه من خلال هاي الزيارة انه يروح حق المعالم او المتاحف السياحية في هاي الدولة، تحديدا للقلعة اللي تسمى باسم البلدة اللي زارها جوريه. قلعة ترجع اصولها للقرون الوسطى، وكان يسكنها كبار القوم مثل الحكام والقضاة. ومع مرور السنين هاي القلعة توسعت بشكل كبير الى ما صارت كبلدة، وبالتالي هجروا الحكام والقضاة هذه القلعة وصارت مزار ومتحف سياحي للعامة. وكان ستيفان ينبهر اثناء تجوله داخل القلعة باللوحات الفنية، واللي في واحدة من هذه اللوحات من شدة انبهاره فيها قرر بكل بساطة انه يسرقها. وكانت هذه اللوحة تحديدا من عمل فنان ألماني، كانت عبارة عن رسمة لفتاة تشبه الموناليزا لحد ما، واللي بالمناسبة سويت مقطع عن سرقة الموناليزا تقدر تحصله في رابط الوصف. من شدة انبهار ستيفان بهذه اللوحة لما كان يطالع بعيونها كان في شيء في داخله، كان في شعور في داخله قاعد يستحكمه يقول له ان هذه اللوحة لابد تصير ملكك، الى ما ان فعلا قام وسرق اللوحة من مكانها. وكان شريكه في هاي العملية زوجته اللي كانت تراقب ممرات المتحف عشان تتأكد ان ما في اي احد من الحراس راح يلقي القبض عليهم. وخلال هاي الاوقات ستيفان نزع اللوحة من مكانها وثناها ووضعها في الجيب الخاص بسترته. ولان الحماية كانت ضعيفة في ذاك الوقت قدر ستيفان انه ينجح في عملية السرقة وياخذ اللوحة معه للمطار ويسافر في اللوحة. تخيلوا انه قدر يسافر في اللوحة الى دولته الام فرنسا اللي كان في مقره وبيته اساسا، واخذ هاي اللوحه وعلقها على جدار غرفته. وبسبب حبه وله ستيفان في اللوحات الفنيه كان شعور امتلاكه لواحده من هاي اللوحات شعور لا يوصف. واللي بالمناسبه هذا الشعور كان هو عباره عن الوقود اللي راح يغذي ستيفان ويخليه يقوم بعمليات سرقه اخرى مثل هاي العمليه. وبسبب بساطه العمليه كانت عند ستيفان ثقه عمياء في نجاح العمليه مره ثانيه وثالثه ورابعه. راح ينطلق ستيفان في خوض عمليات سرقة متسلسلة لدرجة ان الصحافة راح تطلق على ستيفان اعظم سارق لوحات في التاريخ. وبدأ ستيفان انه يسافر للدول الاوروبية وبغرض زيارة متاحفها، وطبعا مع كل زيارة حق المعارض او حق المتاحف كان ما ينسى انه ياخذ معاه تذكار. وعلى حسب بعض المصادر ستيفان قدر انه يسرق او يقوم بعمليات سرقة تقدر 240 عملية سرقة في 7 دول مختلفة. وممكن بسبب بساطة عملية السرقة اللي كان يقوم فيها ستيفان كان هو سر نجاحه وعدم مسكه من قبل السلطات ورجال الامن. وانا اعتقد شخصيا لان عمليات السرقه اللي كان يقوم فيها ستيفان كانت بسيطه، فكان صعب انه يتبعونه لانه ما كان في اي اثار يخلفها وراه، فما كان في خيط او مستمسك كانوا يقدرون السلطات يستمسكون فيه عشان يلاحقون ستيفان ويصيدونه. بالاضافه ان ستيفان ما كان يبيع اللوحات اساسا، كان مجرد ياخذها ويحتفظ فيها على جدار غرفته. تخيلوا انه كان عنده ثروه بقيمه $1,900,000 امريكي تقريبا، ولكن كان معلقها على الحيط رغم ان حياته كانت صعبة لدرجة انه كان ساكن في علية منزل والدته. بالاضافة ما ننسى دور زوجته في تأمين ظهره ومراقبة ممرات المتحف، وناهيك ان الحماية كانت ضعيفة في ذاك الوقت، ما كانت في كاميرات مراقبة، ما كان في عدد كبير من رجال الامن داخل المتحف. لان ستيفان كان يختار المتاحف اللي تكون صغيرة، ما يختار المتاحف الكبيرة. وهذه الاسباب كلها جعلت من ستيفان رجل غير قابل لمسكه، واللي على عكس لو كان يسرق المتاحف الكبيرة مثل متحف اللوفر على سبيل المثال اللي كان مدشن بأحدث أنواع الحماية وكاميرات المراقبة، وكان فيه عدد كبير من رجال الأمن، ونقدر نقول أن هاي الشيء كان حاميه من أنه يطيح قبضة رجال الأمن.
لكن بسبب طبيعة الحال البشرية كان الطمع متمكن من ستيفان، ولأن عمليات السرقة كانت كثيرة لابد مرة من المرات أن تحدث واحدة من الأخطاء. سبحان الله، الخطأ اللي ارتكبه ستيفان كان في نفس الدولة اللي سرق منها في أول عملية، اللي هي كانت سويسرا، اللي زار أحد متاحفها بغرض السرقة طبعا. ولما حاط عينه على واحدة من اللوحات بدأت زوجته مثل المعتاد تراقب للممرات، وبدأ ستيفان بنزع هاي اللوحة الفنية وطواها ووضعها في جيبه. ولما كان طالع من المتحف كان رجل الأمن شاك في وضع ستيفان، لأنه كان حاس أن ستيفان خاش شيء تحت ردائه. فلما أخذ جولة على المتحف لقى أن في واحدة من اللوحات مختفية، فعلى طول لحق ورا ستيفان وألقى القبض عليه. وهذه كانت أول مرة يمسك فيها ستيفان من بعد سلاسل كبيرة من عمليات السرقة، لأن سجل ستيفان كان نظيف، وهذه أول عملية سرقة خاضها. وقدر ستيفان بمهارة أو بطريقة ما انه يحتال على القاضي، حسس ان عملية السرقة كانت مجرد نزوة. وكأن ستيفان كان يوصف شعوره في اثناء اول عملية سرقة، كان يقول للقاضي ان في شعور في داخله استملكه ما قدر انه يقاومه، هاي الشيء اللي خلاه يسرق هاي اللوحة. ووعده ان هاي راح تكون اخر مرة راح يسرق فيها لوحات فنية. واللي حسن حظ ستيفان القاضي كان رؤوف في حاله، حكم عليه بحكم بسيط، والحكم كان انه يوضعون ستيفان تحت المراقبة لمدة 6 أشهر، وأمره انه يغادر فورا من دولة سويسرا الى دولته. طبعا هذه التجربة ما اثرت على حياة ستيفان سلبا، ولا عاش حياته بشكل طبيعي ورجع ويقوم بعمليات السرقة في عدة دول أوروبية، إلى ما وصل فيه الحال انه عقب عدة سنوات يرجع الى دولة سويسرا عشان يقوم بعملية سرقة. واللي فعلا قدر يسرق بوق أو بارون من أحد المتاحف. طبعا ستيفان كان في العادة يسرق اللوحات الفنية، ولكن بعض المرات كان يسرق التحف الفنية مثل البوق وأشياء أخرى مشابهة له. فوصل فيه الحال مثل ما قلنا أنه يسرق هاي البوق ويرجع يوم ثاني بشكل بجيح ويسرق أحد اللوحات الفنية. واللي لسوء حظ ستيفان أنه في واحد من رجال الأمن كان شاك في وضع ستيفان، وكان يراقب ستيفان لأنه شاك فيه أنه هو نفس الشخص اللي سرق البوق في اليوم السابق. وأثناء مراقبته ستيفان سرق. في هذه الحالة تم القبض عليه، وحاول ستيفان انه يستخدم نفس الكرت اللي استخدمه في المرة الأولى، وانه هي كانت مجرد نزوة، ولكن لأن في اليوم السابق هو سرق البوق فما قدر ستيفان انه يستخدم نفس الكرت، لأن سجله ما كان سجل نظيف. ولما بحبشوا في الأوراق القديمة كانوا مكتشفين ان ستيفان سرق واحد من المتاحف، واللي شكوا ان ستيفان كان سارق متسلسل للوحات الفنية. فعلى طول تواصلوا السلطات السويسرية مع السلطات الفرنسية وخبروهم عن ستيفان، وخبروهم بشكوكهم ان ستيفان كان سارق متسلسل للوحات. فقدروا السلطات الفرنسية انهم يحصلون مذكرة تفتيش لمنزل والدة ستيفان. ولما بدأوا التفتيش منزل والدة ستيفان كانت الصدمة انهم ما لقوا اي شيء من اللوحات الفنية. لكن شلون؟ لان كلنا عارف ان ستيفان كان يوضع اللوحات الفنية على جدار غرفته. صار وقتها لما شافت زوجة ستيفان ان ستيفان تم القاء القبض عليه، على طول اتصلت في والدته، خبرت والدته ان لازم تخفي جميع اللوحات الفنية. واللي فعلا والدة ستيفان تخلصت من هاي اللوحات، حرقت جزء منهم والجزء الاخر لان ما قدرت تحرقهم كامل بسبب الدخان الكبير اللي راحت خلف هاي اللوحات، فرمت بعضهم في النهر. فبعد فترة بسيطة الزوار اللي يزورون هاي النهر شافوا هاي اللوحات، على طول بلغوا رجال الأمن، واللي رجال الأمن ربطوا هاي اللوحات بستيفان. فعلى طول بلغوا السلطات السويسرية بشكوكهم ان ستيفان خلف هاي العمليات، وانهم لقوا اللوحات في نهر. اكيد هاي الشيء ما راح يكون مجرد صدفة، ان في نفس اليوم اللي القوا فيه على ستيفان وجدوا هاي اللوحات الفنية اللي تم سرقتها من مدة طويلة. واستعملوا معاه حيلة دائما يستعملونها المحققين، واللي هي انه يوهمون المجرم انهم اكتشفوه حتى لو ما كانوا مكتشفينه. رجال الأمن راووا ستيفان لصورة لجميع مقتنياته، فخبرون انهم عثروا على كنزه. ولأن ستيفان كان ما عنده أي فكرة عن اللي يصير برا السجن، فما كان عنده خيار إلا أنه يعترف. فحكموا عليه لمدة 3 سنوات، وحكموا على أمه لأنها هي اللي أتلفت اللوحات لمدة 2 سنين، وحكموا على زوجته لمدة 1.5 سنة باعتبارهم مشاركين في عملية السرقة. وبعد ما انتهت فترة قضاء زوجته للسجن طلبت انها تنفصل عن ستيفان وما ودها تواصل معه بقية حياتها. وبعد ما انتهت فترة حكم ستيفان طلع من السجن ولقى امه مقاطعته وما ودها تكلمه ابدا. فعلى طبيعة الحال طلع من السجن شخص مفلس وشخص وحيد، وحاول انه يفتح كذا بزنس، مثل انه كتب احد الكتب عن عمليات السرقة اللي قام فيها، ولكن هاي الكتاب مع الاسف ما نجح بشكل كبير. فعاد ستيفان لعمليات السرقة وتم القبض عليه في 2013. حكموا عليه لمدة
3 سنوات أخرى. وبعد ما طلع ستيفان لمرة ثانية من السجن بعد 3 سنوات قضاها داخل السجن، ردوا رجال الأمن ألقوا القبض عليه في سنة 2019 لأنه حاول ستيفان يبيع واحدة من اللوحات الفنية واللي على الأغلب كان مخفيها من أحد عمليات السرقة السابقة اللي قام فيها. في سنة 2023 حكموا على ستيفان بالإقامة الجبرية داخل منزله. وبس هذه كانت نهاية قصة ستيفان السارق الأعظم للوحات الفنية. وأتمنى في حال عجبك المقطع أنك تضغط على زر اللايك ولا تنسى تشترك في القناة. ومع السلامة.